السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين؟ نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير يا ربي، وصباحكم مبروك ان شاء الله باذن الله. اول حاجه قبل ما نبدا الفيديو كنبغي نعتذر لساره صراحه، لان دارت واحد البادره اللي عجبتني بزاف 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 وعلات في عينيا صراحه، كبرت في عينيا. وما غنقولش لكم ندمت على داكشي اللي قلت، ولكن هكا انا كنت ظناها. ولكن مني جات لوالديها وشفت واحد اللقطات دارت، من بعد نقول لكم شنو هما. كبرات في عينيا وعرفت بان هاد السيده فعلا حنينه بزاف، ما قاسياش كيف كانوا كيقولوا. هذه اول حاجه. تاني حاجه، جات المبادرة منها، برافو عليها، برافو عليك وسبحان الله. عجبتني هذيك اللمة ديال العائلة ديالها، فرحت مني شفت الفيديو، فرحت بزاف بزاف بزاف. حسيت بوالديها فرحانين فرحانين، بالاخص الاب ديالها ما قاداه فرحه مسكين. وهي هكاك سبحان الله، حتى اللون ديال البشره ديالها تبدل. كان قبل وجهها مايل زروقيه، مني شافت والديها وضحكات وداكشي كنحس بنفسيتها ارتاحت. أه وبرافو عليك، برافو عليك ساره الصراحه، وكنقدم اعتذاري مره تانية على داكشي اللي كنت كنقولوا فيك. تبتي اليوم بانك حنينه، بعد ما الوالده ديالك ما رحماتش مريم. صراحه نقولها بصريح العباره، المفروض صافي. انا كنت كنقول لك ساره ما تديش معاك مريم، قلت لك غيوقع مشادات وغيوقع مشاكل، لكن الحمد لله عدت على خير. لكن الوالده ديالك صافي، شوفي الواحد واخا يكون اللي داير صافي، دق بابك ودخل صافي، ما تلوميهش. بالاخص ملي تحط الماكله ما تلوميش. هذيك اللقطه اللي الوالده بدات كتقول لها، قلت لك ما تجي وما تجيبيش مريم، المفروض ما تقولهاش لين تاكل السيده على خاطرها، لين تاكل على خاطرها ديك الساعات، وماشي قدام الناس، تجرحها قدام الناس. تقول لها وهاد المره راه بغيتي تجي، جي انت وليداتكم، مريم ما تجينيش. هما مشاو وصلوا كلام بان مريم قالت ليك، قالت على ماماك هضره. اش كنقول للوالده ديالك؟ كنقول لها شوفي يا اختي، اللي جا قال ليك راه قال عليك. هذا هو انا اللي كنقول دائما. اي وحده كتجي تقول لي كنقول لها شوفي، مادام قلتي لي الا قلتي عليا، مادام قالوا لك مريم قالت، راه هما قالوا. ما الواحد ما خاصوش تكون عنده ودينه وحده. ديك القيل والقال ما بقاتش. الناس دابا مضاربه غير مع الزمان، ما بقاتش مضاربه مع القيل والقال، وما يبقاش الواحد يسمع من طرف واحد، يسمع من طرفين. الصراحه انا مني الوالده ديال ساره حرجت مريم وقت الماكله، وزادت عاد حرجتها، قالت لها ما تبقيش تجيبيها. شوفوا ساره كيف كتقلب الموضوع، كتبدا تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، كتبدا تصلي على النبي، بغات ماماها تسد الموضوع زعما صافي. بينت على انها فعلا فعلا الصراحه فعلا حنينه. واحد الشوفه شافت في مريم حنينه، زعما بحال قالت ليها صافي سمحي لي، مسحي كل شيء فيا. هكا انا حسيت بها قالت. هاد الشيء اللي بغيت نقول. فرحت الصراحه، فرحت بزاف 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 بزاف، وعجبتني اللمه، عجبوني وليداتها كيف فرحانين، عجبوني ديك اللمه كيف دايرين مع بعضياتهم. آه، دخلت الفرحه ديك العائله باها، سبحان الله وجهه تبدل. بالاخص الام ديالها، سبحان الله سبحان الله، مني شافت بنتها الوجه ديالها تبدل. الضحكه ما بغاش تفارق فمها مسكينه. الله يسمح لنا من الوالدين، وكاع عندنا وليدات وكاع عندنا والدين والحمد لله يا ربي، الحمد لله مني رجعت اللمه. والله يخليكم ديما مجموعين، وما تبقاوش ديوا في هضره بنادم. نساو البشر. هادشي اللي غنقول لكم، لان البشر
بالاخص الا شافوكم مرتاحين، ما كيبغوش الواحد يشوفه مرتاح ومجموع. ماشي ماشي الكل، ولكن بعض البشر كيبغيو هكا العائله. سمحوا لي. كيبغيو العائله ما يخليوش مجموعه، بالاخص اللي ترباو في واحد البيئه مشتين. ملي كيشوفوا العائله ملمومه كيبغيو يشتوها. هذا علاش نوصيك اختي فاطمه وساره. ساره ما نقولش لك اختي لانك تقريبا انت كبر صغر من ولدي. نقول لك بنتي ساره، ما تبقايش ديها في بنادم، ما تبقاش تكون عندك ودينه وحده، وكذلك الام ديالك ما تبقاش عندها ودينه وحده. نساو المشاكل كلها اللي دازت وبداو صفحه جديده. و ورضا الوالدين ورضا الله من رضا الوالدين، ورضا الوالدين من رضا الله، وكل شيء على الوالدين. كنديروا كل شيء على قبل الوالدين. الوالدين راه ما يعوضهم حد، ما يعوضهم حد. وما تحسي بهذا الشيء حتى يضرقوا وجههم بعد عمر طويل. والحمد لله، الحمد لله، الله يجعل ديما عائله ملمومه وضاحكه، ونسمعوا عليكم غير كل خير ان شاء الله باذن الله. وكنقدم اعتذاري مره ثانيه لساره. اظهرت عكس ما قلت فيها صراحه. وتبارك الله عليكم، الله يخليكم ديما ملمومين ان شاء الله باذن الله.